مساكم الله بالخير. الكلام هذا موجه لمتابعين الأعزاء من جمهور نادي الهلال. أنا أعلم داخليا أنكم تشعرون بنوع من الغضب، هذا طبيعي وواضح جدا بسبب إيقاف الهلال عن التسجيل، لكن أنا في رأيي الشخصي أنه ممكن اللي صار لكم يا هلاليين خيرة من الله سبحانه وتعالى. الهلال الآن متوقف عن التسجيل في الصيفية الماضية وفي الشتوية الحالية، والهلال الآن راح يجيله في الصيف القادم دعم وضخ مالي كبير، نفس الدعم اللي جاء لنادي النصر في التعاقد العالمي مع كريستيانو رونالدو. عشان كذا أتوقع بأن دخول الهلال في الصيفية القادمة سيكون دخول، وتذكروا كلامي هذا لعدة أسباب. ليش دخول الهلال في الميركاتو الصيف القادم راح يكون قوي جدا؟ بسبب رقم واحد الضخ المالي اللي راح يجي من الوزارة في الدعم الحكومي للأندية، نفس الدعم اللي جاء للنصر. رقم اثنين انه الهلال ماسك فلوسه طوال هذه الفترة الصيفية الماضية والشتوية الحالية، ما حرك فلوسه، فراح يكون عنده فائض كبير. رقم ثلاثة الدعم اللي راح يكون موجود اوريدي من صاحب سمو الملك الأمير الوليد بن طلال، الداعم الأول للهلال. هذه الأمور راح تجعل الهلال يدخل الصيف القادم بشكل قوي وشرس جدا في فترة الانتقالات، وراح تجيبون لعيبة على مستوى عالي.